يا حليل يا الحبايب ديالي، المعجبة ديالهم جاوبتني، والله إلا جاوبتني هي وبنتها، مرحبا وألف مرحبا، وعليا من طبيعة الحال ملي جاوبتوني أنني نرد عليكم. خوتي وخواتاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الطيبون وطيبات أصدقائي وأعزائي متتبعي وأوفياء قناة مؤثرون تحت المجهر، مرحبا بكم، حللتم أهلا ووطأتم سهلا وتبوأتم من الجنة إن شاء الله منزلا. مرحبا بكم كاملين، كنتمنى هذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم في آتم الصحة والعافية. خواتاتي العزيزات مرحبا دائما وأبدا، لا الناس جداد ولا الناس القدام ولا من طبيعة الحال اللي باقي كاين ويدخلوا مازال ما هداش الله، مرحبا بالجميع. خواتاتي من طبيعة الحال قبل ما نبدا رجاء فضلا منكم وليس امرا، مشكورين وماجورين غير مامورين ولا مجبورين، اللايكات والبارطاج والتعليقات ديالكم. وجيت باش نجاوب المعجبه ديالهم اللي جاوباتني لان تفرجات، وكاين اللي صيفط ليها صحاب الحسنات، كاين اللي لاح ليها الفيديو ديالي وديال وحدين اخرين اللي مجاوبينها من المنتقدين. فالسيده ادركت الخطا ديالها. شوف، قال لك من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه. اذا غادي نهضروا على المعجبه ديالهم في هذا الاطار هذا، وغادي نوضح ليها حيت قالوا لك قلتي كان حلف وكنقلد كتقلدي على راسك. اوكي غادي نجاوب. وكذلك غادي نهضروا على المخيسير عريس الغفله، يا اخوتي اللي كيحاول انه يضرق الكذبه بكذبه واحده اخرى، كيحاول يضرق لا الواقع اللي وقعت بينه وبين شوشو بكذبه اخرى، كيحاول انه يصايبها. وللاسف ما متفقينش حتى فشنو غيقولوا، ما متفقينش في الكذبه اللي غتكون صالحه يستهلكها المتتبع ويتيقها وتكون الدنيا هانيه وما عندناش مشكل ومريضنا ما عنده باس. واخا ما عليناش، ما عندناش مشكل وما عمره غيكون عندنا مشكل. غادي نبداو باميناتو. لاله اميناتو مرحبا بك، مني طليتي على قناتي تابوناي وخلي واحد اللايك ومرحبا بك، راه غادي تفرجي ويمكن بفضلي وبفضل مجموعه من الاخوات والاخوه المنتقدين والمنتقدات غادي تفهمي بزاف ديال الامور، وربما تبدلي بزاف ديال الاراء ديالك. وما كنقولوش لك كرهي ناس، الناس اللي كتحبيهم، الناس اللي استضفتيهم ما كنقولوش لك كرهيهم، غير تبدلي غير وجهات النظر وتفرجي بالمنطق باش تعرفي علاش حنا هذا الانسان هذا كننتقدوه. وهذيك السيده اللي نتوما كتقولوا هذيك السيده ما شفتمنها غير الخير، وهذا حنا ماشي كارهينها. اول وحده عندي الحق ننتقدها هي انا كنعطي الحق لراسي ننتقدها، والمتتبعات ديالي عارفين علاش. هي سوسيه ومن بلادي، غادي نبقى ننزل عليها حتى تقد، حيت ما راضياش وحده من سوس تمثلنا بهذيك الطريقه. غادي نبداو نصحوا المغالطات اللي كدير هاد شوشو لابوكو على وديت من طبيعه الحال انها سوسيه وما حقا حنا لحد الان باقي كنقولوا لا مازال ما كديرش داكشي اللي كيديروا سواسه. هي تتحاول تبين راسها انها حشوميه وهذا، ولكن داكشي ما حشوميه. وفينا هي الحداقه وفينا هو التاويل وفينا هو الاناقه وفينا هي الشخصيه القويه. علاش الدل، علاش ما درتيش العرس، علاش بين قوسين هادشي هضرنا فيه ما كيهمكش انت يا خالتي اميناتو. خيارت بك حق خيارت بك حق بعد غنقول لك ندير شويه الاحسانيه. مرحبا باي صحراويه كتشاهدني وكتفرج فيا، مرحبا باخواتي العربيات كاملين فين ما كيتفرجوا فيا كذلك، ومرحبا بالمغربيات على راسي من فوق. قلتوا لي راكي كتحلفي وكتقلدي باللي جبدنا سميره وهضرنا فيها. والله العظيم قالت لك ما هضرنا فيها، والله ما هضرنا فيها وما جبدناها حتى شي حاجه. والبنت كتقول غير كتقلدي وتهزيها على رقبتك. نهزها على رقبتي. سميره جبدتوها باقي كنقولها جبدتو سميره. علاش المونتاج؟ انا عجبتني السيده اميناتو وهي كتقول الله الا تعجبوني ودا ديروا لايك عجبتوني ودا نتبعكم وهذا والله العظيم في ايامتنا البيضاويه وفي ايامات البصلاوي عجبتني ومشيت معها وبغيت نعرف انا من ايامات اش وبغيتها تقول زيد. علاش قطعتوا الكلام من ايامات كنتوا تصايبوا البصله؟ علاش كاين المونتاج هنا؟ علاش كاين كوبي هنا؟ سميره تذكرات، ما تقوليش لي لا، حلفتي واخا امنا بالله. تا انا الا رديتوا البال راه كنقول لكم كنحلف، ما نقولش والله كنحلف، ماشي هي الى قسم الانسان. وانا متاكده واخا بلا ما نحلف انا متاكده ان سميره ذكرات ونزيد نعطيكم برهان انها ذكرات. قالت اميناتو هاد المعجبه ديالهم قالت لك والله العظيم ما ذكرناهاش بالشر، بمعنى ذكرناها بالخير. اوهو يا سميرة، هنا سوف أتوقف قليلا وسأقول بأن سميرة ذكرت اوهو ليس بالشر لكنها ذكرت بالخير. ايوا الحمد لله. تذكرت ولا ما تذكرتش؟ راه انا كنمشي على قد داكشي اللي كتخرجي من لسانك مدام اميناتو. سمعتيني؟ سميتك مينورا البارح حيت جرحتينا. عرفتي علاش سميتك مينورا؟ من مشتقات الاسم ديالك وزدناها الزيزواره، فهمتيني؟ علاش؟ لان جرحتينا البارح.
البارح قلتي اللي عايرك كنقول له سير الله يلقيها لك، وانا براسي قلت لك شتي انا الا كنت من بين الناس اللي دعيتي عليهم انا بعدا قلت لك حتى انا غنقول لك الله يلقيها لك. ومادام طلبتي السماحه فالله يسامح علينا، حتى انا مسامحك مادام قلتي سمحوا لي وما قصدتش شي وزعما نتوما تراب رجليا والى غير ذلك. الا لا الله يسامح وانتي سمحي لي، غير كان ما تقوليش ما دعيتش عليكم. بالعكس راه انت بقوت ما قلبك راه قلتيها، بقوت ما قلبك كيفرفر بالحب ديالهم. والله الا كنت شفتوني قلت لهم كنفرفر كنترعد، بقوت ما ديك الفرحه انت كترعدي وما حساش براسك وانت في واحد الحاله يرثى لها. راه طبيعي تقولي هادشي كاع اللي قلنا لك راه قلتيه وغضب الناس. قلتي والله العظيم ممكن نتفرج فيكم وملي كيخطي فيكم شي حد كنوض نخطي ونسب. علاش انا لا تسبي ونعاير، نخطي ونسب ونعاير. واللي قال ما قالتهاش يرجع الفيديو ديال مخيسير، رجعوا الفيديو وغتلقاو هاد الهضره اللي قالت. كنرجع كنوض من غير الله يلقى لهم، قالت كنوض نسب ونخطي ونعاير. قالت لك كتقول ليها بنتها بعدا بنتك بعقلها، قالت لك وي علاش ومالك كتعرفيهم مالك اش داروا لك. الله يرحم لك الوالدين اختي، الله يجازيك بخير، والله يهدي لك الميمه. ما تبقاش تخطي في شي واحد تقول الله اعلم، حيت هي شوف سبحان الله العظيم في هذه القضيه ما قالتش الله اعلم ممكن يكون عندهم الحق. لا شتي قلب ديالك ما كيتحكم فيه حتى شي واحد من غير الله سبحانه وتعالى. لك ان تحبي ما شئتي ولكن ان تكرهي ما شئتي. صافي فهذه راه ما كاينش شي واحد اللي غيقول لك لا كرهيهم بالسيف. لا علاش انت كتبغيهم اللهم زيد وبارك. حنا عاود ماشي كنكرهوهم، والله ما كنكرهوهم. بمعنى شنو كندير حنا كنصلحوا ليه الاخطاء. راه هذا واحد الاب اللي ناسي ولادو. يعني ملي قلنا لك حشومه عليك ضربتي في الوليدات قلتي الله يعطيك شي تريكه اللي تنفعك، واش هادوك اللي عنده زعما ما نافعينش؟ فكري شويه يكونوا وليداتك هادوك ربي لا ما شوفي فيهم بعين انهم هادوك وليداتك ولا حفايدك. واش تبغي شي حد يقول فيهم هكاك؟ واش تبغي شي حد يقول فيهم انهم ما نافعينش؟ بالعكس فيهم كل النفع خاصه البنات. والا فعلاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم هن المؤنسات الغاليات، وصى عليهم والاجر ديال التربيه ديالهم مضاعف على التربيه ديال الذكور، على الاجر ديال تربيه الذكور عليه الصلاه والسلام. فعلاش نجيو نقول الله يعطيك تريكه اللي تنفعك؟ واش مازال ما عطاش الله؟ راه حنا كندعيو مع واحد مازال ما عطاش الله. وفي هذا المنبر غادي نعاود نوقف وكنقول يا ربي ترزق كل محرومه بذريه صالحه. اللي ما عندوش اللي كنقول له الله يعطيك، اما اللي عنده فكنقولوا ليه الله يسخر لك في وليداتك ويخليهم ليك، الله يجعلهم ينفعوك يا ربي يا كريم. هذا ما كنقولوا. يا ربي يسامحك واحد النهار، يا ربي يقبلك واحد النهار. ننصحوه ونقولوا ليه حاول ما حدهم باقي صغار صلح هاد الروطار اللي درتي. علاش ما وفيتيش بالوعد ديالك العمران؟ ولادك وعدتيهم بانك غادي تجيبهم وغادي تمشي لهم وما مشيتيش. شوف سميره وعودها كلها وفت بها. والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول علامات المنافق ثلاث: اذا وعد اخلف، كيوعد وكيخلف. اذا حدث كذب، وكلامه وحديثه كذب، كيكذب، كيكون الحديث ديالو كتيقوا نتايا ولكن هو غير كذاب. واذا اؤتمن خان، وإلا خليتي عنده شي امانه ولا درتي فيه شي امانه يعني حطيتيه في واحد المحط ديال الامانه كيخون الامانه، سواء امنتي على سر ولا عطيتيه شي حاجه امانه عنده خان الامانه. مزيان. فاذا واش حنا ما عندناش الحق ننتقدوا هاد بنادم هذا؟ لنا كل الحق. وباقي كيكلاشي ديك الزوجه هذيك اللي انتي حنا كندافعوا عليها بسبب وليداتها اللي خاصهم يوصلوا، بسبب وليداتها اللي راجلها كان قال على حساب الصحه النفسيه ديالهم وما راعاش ليها، ما راعاش للصحه النفسيه ديالهم. فين عمروه اموه؟ فانت اللي كتقولي الله ما عايرتكم وما سبيتش وما جبدنا سميره، سمحي لي يا خالتي، سمحي لي يا مدام اميناتو، سميره جبدتوها واعترفتي وقلتي والله ما جبدناهاش بشي حاجه ديال الشر. راه كاين فرق بين والله ما جبدناها كاع البتة بالمره في خطره ما جبدناهاش، وكاين يعني فرق بين هذه الهضره اللي قلت وبين هذه الهضره اللي غنقول دابا اللي هي والله ما جبدناها بالشر، بمعنى جبدناها بالخير. شكرا الله اللي يخطيك. المهم سميره تجبدات، يعني انا مني قلت كنحلف الا تجبدات سميره وتهضر عليها انا صادقه وعارفه اش كنقول. واخا نكرسي من حقك تنكري حيت القناه ديالك باقا صغيره وتا حنا راه قنواتنا باقا صغار، بغيتي تكبريها، بغيتي تشوفي مشاهدات، بغيتي تكسبي الناس، ولكن الله يجازيك بخير. عمر المتتبعين ما كيتكسبوا بالكذوب، عمر المتتبع ما كيبغي اللي يقزم من قيمته ولا من الشأن ديالو وتبقى تسب في المنتقدين. الناس ما كتبقاش تحترمك خاصه الا كنتي كبير في السن، الناس ما كتبقاش تحترمك. فكنتمنى تردي البال لهذا الشيء وتفرجي بالمنطق. راه انا براسي نقدر شوفي غنبغي واحد في هذيك العائله والباقي ما غنبغيهمش، وهذا لا يعني انني كنكرههم، عادي جدا. ما يمكنش كاع الناس يعجبوك
وممكن ما يعجبوك غير على حسب الظلم ديال الوليدات. نهار يرجعوا يعطيو حقوق لدوك الوليدات وما يبقاوش يكلاشيو سميره، والله الا غيكونوا مقبولين، بالعكس غيكونوا مقبولين. الا انتقدتي تنتقدهم على شي فعل وصافي، ما تنتقدهمش على شي فعل، مثلا علاش طيبتي هذه هكا، وعلاش لبستي هكا، كان عليكم ديروا هكا، كان خاصك ما تقولش هكا وقول هكا فقط. يعني ما تبقاش تقول له علاش انت ماشي اب مثالي، علاش انت ماشي اب مسؤول، علاش ما علاش وعلاش وعلاش وعلاش. فانت كان خاصك كما قلت شوفي بالنسبه للدراري قلتي قالوا لي علاش ما هضرتي ليش على ولادو وقلتي ليه يتهلا فيهم. قلتي اشنو قلتي هنايا؟ حيت هذه بالنسبه لك بغيتي تدخلي فيها سوق راسك، ولكن المتتبعين اولا المنتقدين اللي تيهضروا وقلتي تيعايروا كتقولي الله يلقيها لهم وتتبداي تسبي وتخطي وتعايري. اشنو قلتي كيقولوا لي قالوا لي علاش ما قلتي ليش يتهلا في ولادو ويعني ويشوفهم الى غير ذلك. قلتي انا داكشي ما دخلني الله في مشاكله، ما دخلني فيه الله في داكشي. قلتي مشاكل العائليه داكشي كيخصهم هما، ايوا مني داكشي كيخصهم هما وما دخلك شيء، ما دخلك شيء الحبيبه ديالي. حتى في المنتقدين وشنو كيقولوا، كل واحد يتعلق من كراعو، كيقولوا الناس كل شيء كتعلق من كراعها ياك. يعني الا بقيتي غاديه معايا نقطه بنقطه في هذا الفيديو هذا غادي تفهميني اخالتي امينته، وان شاء الله يا ربي عمرك باقي تغلطي في حق شي واحد. وحنا كذلك كنقول لك المسامح كريم، مادام فطنتي ورديتي البال الغلط ديالك وحسيتي بصح انك غلطتي واعترفتي بالغلط ديالك، الله يسامح، الله يسامح دنيا واخره. راه حنا بالعكس، حنا الانسان ملي كتنتقدوا وتيرجعوا كيقول سمحوا لي وما قصدتش لي، قالوا لي سبيت رانا ما عايرتكمش وكذا، سيدي الله يسامح. واخا راه بغيتي تغطي على راسك ورغم انها باينه معيوره، الله يسامح. انسان تقبل الانتقاد على راسنا من فوق صافي، وانت حريتك عاوتاني بالنسبه لذاك قلتوا لي داكشي اللي جاب داكشي اللي جاب ليك وداكشي حريتك عاوتاني الراي ديالك يحترم. انت عندك كامل الحق انك تعتبريها كبيره ولا تعتبريها كيف ما بغيتي، انت كاع ما بغيتي كاع من عندهم والو، انت حره راسا. انت قلتي كتحماقي عليهم وكتعتبريهم بحال العائله وكتسني غير تتفرفري تمشي عندهم، الله يسخر لك والله يسهل عليك، الله يجعلهم يستقبلوك احسن استقبال، واخا غير نص اللي درتي معاهم انتيا، او كنتمناو لك حتى اكثر اللي درتي معاهم انتيا. هذا قوس وسديناه. وكنتمنى وكنزيد ناكد، كنعاود ناكد، باقي كنقول ان سميره تجبدات، وانت قلتي والله ما جبدناها بالشر، بمعنى انه تجبدات بالخير. مزيان، حنا بالنسبه لنا هذا شرف كبير لينا، حنا كناس مدافعين على الحق، ماشي على سميره، كناس مدافعين على الحق، حق ديال 4 الوليدات وام ضحيه منها 4 الوليدات. راه واحد كيشيب عائله، واحد الوليد كيشيب عائله بالمتطلبات ديالو بالمرضى وخلاص راكي عارفه كلهم عندهم مشكل ديال ضعف النظر. والله يرزقها المدد وحتى طول العمر ويخلي لها صحه باش تقابل وليداتها. الا كنا غنقولوا شي حاجه نقولوا شي حاجه زوينه. بالنسبه لشوشو مرت عريس الغفله، مرت هذه اللي كيعجبوك وكتحبيهم، راه قلت لك هذه كنصحوها لوجه الله. هذا الشيء راه ما فيها حتى شي عيب، بالعكس ملي كتهبطي على واحد الانسان بالانتقاد راه باش يصلح من راسو. فكم من الناس صلحوا راسهم بالانتقاد، هي سميره هبطوا عليها الناس على الراسطه اللي دارت الوليدات، تقبلت الانتقاد، قالت لهم شكرا. انا كنقول شوف كيفاش شافتها من واحد وجهه نظر جميله جدا، قالت انا كنحمد الله وكنشكرو، شوف شحال من عند ولادي، شحال من متتبعه هز لهم الهم، شحال من متتبعه كتامر وتنهي على قبل ولادي. لا ما ديريش هذه، ديري هذه، برافو سميره، شوفي وليداتك، لا سميره ما ديريش هذا الغلط. يعني شفتها من واحد الوجهه نظر ايجابيه. راه سهل اننا نشوف الامور كلها بواحد العين سلبيه، ولكن لا، نخدم المنطق. وعلاش ربي عطاني العقل باش غنقبض وندعي ونبقى نقول عباد الله يلقى لكم ونسب ونخطي ونعاير؟ ايوا المهم مدام امينه خالتي الحبيبه ديالي، معليش ماشي مشكل، وتنتي سمحي لينا كما احنا تقبلناك ويعني ودوزناها، ماشي مشكل، يعني غلطتي وكلشي كيغلط، راه الملائكه فقط اللي ربي سبحانه وتعالى اللي عصمهم الخطا اللي ما كيغلطوش، اما الخلق فكل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون، يعني اللي كيتوبوا، الناس اللي كتوب على الخطا، ونستغفر الله سبحانه وتعالى لذنوبنا جميعا. ايوا هذا ما كان. خواتاتي الغاليات، المخيسره ولا عريس الغفله حاول انه يغطي على داكشي اللي لاحظوا الالاف ديال البشر. دابا واخا راه ما كاينش غير 10 ولا 11 قناه منتقده ولا 20 قناه منتقده اللي هضرت على هادشي. واش كتقراو التعاليق؟ كتقراو التعاليق، ولكن للاسف علاش كتمسحوا التعاليق؟ راه داكشي اللي شفنا حنا راه شافوه المتتبعين. شوف كل منتقد شحال من تعليق كيكون عنده، اغلب التعاليق كلهم كيكونوا متفقين مع داك المنتقد، وتا هما شافوا نفس الغلطه، وربما كيشوفوا اكثر منا، احيانا كيشوفوا اكثر منا شي حاجه ما شفناهاش، كيكونوا رادين لها البال وكيقول لك واش ما شفتيش اختي مني دار كذا 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 كذا، كيكملوا ليك اللي ما شفتيش كيكملوا ليك.
فحذاري ثم حذاري. الاستهانه بالمتتبع شي حاجه اللي هي بالنسبه لواحد صاحب قناه خايبه. الاستهانه بالمتتبع غلط كبير، غلط كبير كيرتكبه صاحب القناه. متتبع له راي، متتبع واحد ما كنشوفوهش رقم، ما كنشوفوهش مشاهده، كنشوفوه راي، كنشوفوه راي. راه هنا راي وهو الراي الاخر. علاش كنقول لهم عافاكم عبروا على ارائكم في صفحه التعاليق، كينفعونا. الا غلطتي كيردوك، يقول لك لا. بحال مثلا انا غلطت في القضيه ديال نوال، وقلت قالت ما عنديش مع الظفران، وفي التالي قالت الظفران ديال اللوزه، والبنات كاملين قالوا لي ودي راه السيده عندها ديبلوم في الحلاقه ولا في الاستيتيك جو كخوا. فالاغلب ديال البنات شي 7 ولا 8 ولا يمكن 9 كاع كتبوا لي لا خديجه راه عندها ديبلوم، عندها ديبلوم في هادشي. اذا السيده علاش عرفت؟ غير عادي، ما عندهاش، واخا هي حيت شحال من طبيب ما كيداويش راسو ياك، واخا هي استيتيك ولا عندها ديبلوم في هادشي ديال الحلاقه، ولكن ما كيعجبهاش مثلا دير داكشي هي لراسها عادي. شكرا لكم كاملين المتتبعات الغاليات ديالي اللي كتبوا لي هذا التعليق ونبهوني على حساب نوال. كذلك خطا اخر، واحد النهار كنت غادي نقول شي حاجه في بنت منى، عفوا في بنت سوريه ديال محفوظه، قلت لهم عفاكم حتى تقولوا لي شكون هذيك اللي كتشطح مع العريس والعروسه مقربه منهم بزاف، عاد نقول شي حاجه. وتبارك الله صفحه التعاليق عاوتاني كلشي كيقول لي راه بنت سوريه، بنت سوريه، بنت عم، بنت الخوالي، يعني ولاد الخوت، ومع عائله وحده واقرباء راه حسبهم خوت مع العروسه والعريس. هكاك. اذا باش ما تسحبكمش المتتبع هين، راه العين ديالنا احيانا حنا ما كان شنو نقول لكم، ما كنفهموا والو في شي فيديو، اولا كتكون غادي عندك مشغول 3 ايام ما كتطلع على حتى حاجه. يكفي طلغي على تعليقات المتتبع وغتفهم كلشي. ما تمشيش تصنت لصحاب القنوات، ما غتصنت حتى شي واحد، سير شوف التعليق وغتفهم كلشي. لهم كل الشكر، لهم كل الاحترام والتقدير، سواء كانوا رجالا ولا كانوا اناثا، اللي يخطيهم علينا فهم الأس والاساس في هذه القناه او في اي قناه، فلا وجب احترامهم، وجب تقديرهم، ولا يجب طبعا استحمارهم. ايوا هادشي اللي عطا الله اخوتي وخواتاتي. قال لك نقول لكم علاش عريس الغفله باغي يغطي على القضيه ديال علاش مخاصمين وحبساتو. انصرات لك يدك، ما بغاتش تخليك تجبد شي حاجه من الفيستا. فانت شنو قلتي؟ اسمع، يعني كنتي تدخلي يدك الفيستا وحيداتها لك وكانت كتخنزر، وانا كانوا عندي تصاور حطيتهم في المينياتور والناس شافت المينياتور، كانت خنزرات وكتبين انها ما مرتاحاش وما نزلت ليها حتى حاجه من عينيها. حتى الا كانت هي نزلت لها وما شفناهاش حنا، فهذا دليل اخر انها بكات، طاحوا ليها دموعها. الماكياج غيبقى غير غادي هواد وكينزل. يا كان حبيبه ديالي شريتي لي مارك الواعرين، شريتي الماكياج ديال 2000 درهم، 2200 درهم ياك اللي خديتي. وفلوغمار راه ماركه واعره، ما كديرش دوك المشاكل اللي انت هضرتي عليهم اللي غيهود اللي كيدير لك الحريره. هذاك الماكياج الرخيص ديال الدراوش ديال وحده ما بحالهاش، بزيتي ما يلاه كتقضي به الحمام، شي كسيوه جديده على قد الحال، شي بيجامه، شي صنيدله على قد الحال، شي صويك على قد الحال. بحال هذه مسكينه اللي كدير هذا الماكياج ديال بنات الشعب، قلم ديال الحجبان ب5 دراهم، كحيله ب15 درهم، ولا بحال هادو اوكي. ولكن فلوغمار انت خديتي منه 2000 درهم، 2200 درهم ديال الماكياج، وتقول لي ساحليك على وجهك فزيرو. لا انت هنايا اكدتي لنا بصح انك طاحوا لك دموع، حتى الا ما شفناهمش انت اكدتي لنا طاحوا لك الدموع، ما عجبكش الحال، بمعنى ان الامر كان اقوى من اللي شفنا حنايا. راه الا قلنا لك ما بغيتيش يخسر الفلوس، هذه راه هينه وزوينه. ولكن مادام قلتي انت كان لك حل سايح لك وهو لك علينا، راه البكا اللي كيسيح لك حل. تقولي لي العقل؟ لا، العقل ما كاينش في العينين، كاين في الوجه. غيسيح لك الفون دو تاي الا درتي، ولا شي حاجه ما عرفتيش تخدميها مزيان على وجهك. واضح؟ بمعنى هذيك دابا باينه، هاي 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 وهذيك دابا باينه، هاي 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 وقولوا الحق لا موت كاينه. نقول لكم ما متفقينش. هي قالت ساحوا لي عينيا، وهو شنو قال لي مع داك كنت بغيت نمسح ليها الغوجه ليفغ، هي الترونات كلها مالها الغوجه ليفغ، قال لك تسقي على السنان وكانت السنه ديالها حمراء، مالها هي عكرات السنان ولا عكرات فمها؟ حتى هنا كتبينها عروبيه مني دازت حتى للسنان، دازت للسنه والسنه وغاديه وجايه بتكشيطه وما حتى واحد ما شافهاش، ومن الدار في الطوموبيل وشفتو فيها وغاديين وضاحكين حتى واحد ما شاف ديك السنه والغوجه ليفغ. ولا غتقول لي قاعده خايبه فيها كتبقى تعض في شريفها؟ شتي غير اللي قلتيها خايبه، قول كاين شي حاجه بيناتنا ما شغلكمش باش تعبر على بنادم. شتي كاين شي حاجه بصح الناس ردوا البال، الله يجازيهم بخير، وبينتوا لنا انكم بصح كتنتبهوا وكتردوا البال.
واحد الحاجه اللي خاصه بيني وبينها واخا كاع تناقشنا فيها واحد شويه، ودي ما شغلكمش بيني وبين المراه ديالي. شتي شحال زوين هكا. اما تزيد تكذب كتبين الناس انه كان هناك ما هو اعظم مما قلناه حنا. كنا كنعتقدوا انها ما بغاتش تخليك تغرم على العساوه، وهي قالت لك علاش اللي ما نخليهش يغرم، راه هذيك عائلته عادي، ولا علاش ما يغرمش، علاش ما يغرمش، وعلاش انا نتسناتها تقول لي ما تغرمش، عاد نغرم، عاد ما نغرمش انا، حيت هي تقول لي قول لي انا غرمت كاع، وذكرها قول لك غرمت على الشيخات، وغرمت على اللي كيغني، وغرمت على اللي كتغني، وباقي وما شفتو راسي وما داز عليه وباقي داك النهار، وهدرته وهرفت قال لك الغجالي بغا يقول لي الرج تما. الروج ياك الروج اللي كيقولوا الروج ذاك النهار ترى كانوا شحال من واحد كيقول لك الروج، وكان ودينا هذا خوتي سمحوا لي ما نتقلتش، ما نعرف، ما نسيق. انا الحاجه اللي ما متاكداش منها واللي ما بانش في التصوير، ما مشاش يشريها وباينه هزها ولاد، انا ما نتقلتش، ما نقدرش. اوهو يا سيدي ربي، الحاجه اللي بانت لينا واللي كنشوف واللي كنفسروا ونحلوها على حسب ما بان في الفيديو وعلى حسب الحركات والملامح، اكيد ثم اكيد غنهضر فيها ونحلوها كيف ما شفنا، وإلا غلطنا الله يسمح لينا، هذا ما كان. ايوا خوتي وخواتاتي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. باش تعرفوا كما قلت لكم التناقض اللي وقع بين المخسور ومرته. هي قالت لك عينيها كانت غير عيني والله، وهو قال لك غجالي بغيت نمسح ليها، درت عندها ما كانش هاز كلينكس باش يمسح ليها، قلت لها راني نمسح لك، ما بغاش، وديتها للطوموبيل باش تمسح، او دي الوجه ديال مي كبوره وربيعه والويسات كلشي فيه استغراب، كلشي كيشوف لجهتكم، راكو كانت غير شي حاجه عاديه، راه بنادم غيبقى ناشط عادي غيشوف ويحيد عينيه، راه غير تمسح للزوجه ديالك عادي، فين كاين المشكل؟ وبالعكس بين لك الا بقات قدام الكاميرا عادي ما فيها باس، تبين انك تعنا بمرتك عادي، شتي فيها شي حاجه مسحتيها لها قديتيها بغيتيها تبان بحال زوينه الى غير ذلك. لاحقه شوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر معكم، لان مازال ما كملتش على هذا الفيديو المخيسير كلاشا سميره من جديد، غادي نعطيه علاش كيقلب، والله وديال المخيسير تنعطيك علاش كتقلب على داكشي اللي في قلبي، غنقولوا لك واعتبرها بحال جات من عند اللي كتكلاشيها. وهنا غنحلف بعدا اول حاجه والله العظيم، هذه غنحلف عليها والله العظيم اخوتي، ما عندي حتى شي صله ديال التواصل او لا قرابه او لا في الانستغرام لا في تيك توك لا في التليفون لا في الواتساب لا في حتى حاجه مع سميره مربوحه. بزاف د الحماق كيقولوا سميره مخلصاهم غير بلا ما تديوها فيهم، راه مخلصاهم ايوا انتم عيشوا الحياه. ايه يا ودي، راه حنا راه ماشي بقر، راه حنا ناس، احنا انسان كرموا الله بالعقل، انت الا ما عندكش العقل الحبيب الله يعفو عليك والله يرد بيك والله يعطيك شي عقل احسن من هذاك. ايوا هذا ما كان اخواتاتي، كما قلت لكم غادي نجاوب المخيسير في الفيديو الجاي ان شاء الله. وغادي نهضروا كذلك حتى على سميره والدخول المدرسي، يعني غندير واحد التعليقه، اكيد غادي ندير واحد التعليق ان شاء الله على داكشي اللي دارت على قبل وليداتها، الله يسخر لها والله يسهل عليها ويسهل على وليداتها ويوفقهم يا ربي وتشوفهم كيف بغات. ايوا هادشي اللي كان، وتقبلي خالتي امينه مروري والله يعاونك والله يسهل عليك، هذا ما كنتمنى لك. اخواني اخواتي دمتم بخير، نلقاكم ان شاء الله في راحه الله وفي ساعه زوينه ان شاء الله وفي ظروف حسنه في فيديو اخر، دمتم بخير، مع السلامه.